انت عارف ان وقتك ده وزنة. حاول تخلي لوقتك قيمة، ما تضيعش وقتك في حاجات مش هتفيدك لمجرد انك عندك وقت فراغ او مش عارف تضيع وقتك في ايه. وقت كتير بفضل احضر واقلب في فيديوهات كتير ملهاش لازمة لمجرد ان انا زهقانة او عايزة اضيع وقت، وافضل احضر واحضر واتسحب واتسحل واتسحل فيديو ورا فيديو، وانا مش قادرة اقوم خالص، مش قادرة اقوم اشتغل، مش قادرة اقوم اعمل حاجة مفيدة، وافضل اقلب واقلب ووقتي بيعدي على الفاضي وخلاص. عارفين اخر اليوم بحس بخنقه وربطه غريبه كده وحزن واكتئاب، والاقي نفسي دخلت في حاجه غريبه مش فاهمه ايه سببها. الحزن ده بيبقى سببه ايه؟ بيبقى سببه ان الشيطان بيسلب وقتي وبيربطني وبيخليني اركز في حاجات في الفيديوهات مثلا ناقصاني ومش عارفه اوصل لها، بتخلي كميه مشاعر سلبيه واحاسيس بتدخلي من غير ما احس، بيخليني ادخل في حاله نفسيه غريبه، بيخليني مثلا حد عنده فلوس اقول يا ريتني انا زيه، حد مثلا عنده مشاهدات كتير يا ريتني انا زيه، احس نفسي اتربطت من غير ما احس. فيها ابتديت احس ان اللي انا بعمله ده غلط، وان وقتي ده ليه قيمه كبيره، وان الشيطان عايز يسلب مني وقتي. الوقت ده كان المفروض اقضيه مثلا في صلاه، في ان انا اشتغل اعمل حاجه مفيده، بس الشيطان عايز يسلب وقتي ويخليني ابعد خالص عن علاقتي بربنا. وكمان حاولوا دايما ما تستسلموش للنت للفيديوهات، لان الحاجات دي بتسحب مننا وقت كبير، وده اللي عايزه الشيطان. دي عباره عن ادوات استخدمها ابليس علشان يبعدنا عن هدفنا الاساسي، وعلشان يبعدنا عن الهدف اللي احنا مخلوقين علشانه، وهو ان احنا يبقى لينا صلة وعلاقة بربنا. يقول الكتاب في أفسس 5: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. وده معناه إن احنا وقتنا ليه قيمة، لازم نحافظ عليها، ودي وزنة احنا المفروض نستغلها اليومين دول قبل ما يبقى قدامنا مفيش وقت ونلاقي حياتنا ضاعت من غير أي فايدة. بس كده، باي.